السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ من آخر فيديو آخر وصفة، يا رب تكونوا جربتوا الوصفة وتكون عجبتكم. النهاردة إن شاء الله كده معانا كيكة التايجر أو الكيكة الرخامية، هي شبه بعض يعني ونفس الطعم. بصوا بقى، أنا بحب بقى في الشتاء بالذات الكيكة تبقى سخنة، أكلها كده سخنة لسه طالعة. طبعا لما بتسيبيها أكتر بتبقى متماسكة أكتر، والسكر بيبقى باين فيها اكتر طبعا لما بتبرد. بس انا عشان الجو بقى برد، وانتوا عارفين بقى الايام دي كده الجو برد ونطره شويه، فالاجواء الشتويه دي بتحب بقى كده المخبوزات كتير والحاجات الحلوه والحاجات اللي بتدي طاقه كده ودفى. النهارده هنعمل الكيكه، عملتها على صينيتين، واحده كده دوريه والتانية كده في صينية عادية. وتعالوا بقى نشوف وصفتنا عاملة ازاي، بوريكم كده الملمس بتاعها ومن جوه عاملة ازاي. بسم الله ما شاء الله، هشة جدا وطرية جدا جدا كده، وتحسوا ان هي مورقة كده، يعني تحس ايه الطبقات اللي احنا كنا عاملينها واللي هنعملها مع بعضينا مدية التوريقة دي مع انها كيكة طبعا. بص بقى، معايا مج سكر، مج لبن، 4 بيضات يا حبايب قلبي بدرجة حرارة الغرفة، وكيسين فانيليا، وكيس بيكنج باودر، ورشة ملح. ومعايا كوباية طبعا زيت هوريها لكم، بس انا هقدر او اعبي الزيت دوت في الكوباية بتاعت السكر بعد ما اخلص. هنا ال4 بيضات يا حبايب قلبي. انا كله بقى، بصوا هي سهلة في ايه، ان هي كلها في الخلاط، ما بتتعبيش نفسك خالص، سهلة جدا 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 تعمليها لأولادك، حاجة كده جميلة وطعمها تحفة. بصوا، نزلت 4 بيضات والمج السكر بتاعي والبكوين الفانيليا، وحطيت كوباية اللبن بتاعتي، وعاير المج اللي فيه اللبن، حطيت منه كوباية الا ربع زيت، تمام، عشان المج ده بس كبير شوية. انت لو ممج واحد عبي بقى كله زي بعضه، كوباية سكر، كوباية لبن، كوباية زيت، تمام كده. خلاص ضربت كله في الخلاط، وقلت احطه كده الخليط دوت في الطبق دوت، وانخل عليه دقيق. اخدت قد ايه دقيق؟ بنفس المج اللي هو بتاع السكر اللي احنا عملنا بيه السكر واللبن وكده، اخدت كوبايتين وربع دقيق، طبعا بعد ما نخلتهم كويس. حتى لو الدقيق بتاعك حلو ونضيف، انخليه برضو النخلة دي، او لما تنخلي الدقيق بيدخل كده جوه منه هوا، بيبقى تخلي الكيكة كده هشة زي ما انتوا شايفين ما شاء الله. بصوا بقى، هقلب كله بقى كده على قد ما اقدر، بس انا بعد ما قلبت حاسه برضو ان هي مبرغله مبرغله، يعني عامله كده زي ايه، هقول لكم هدور لكم على المصطلح دلوقتي. مكلكعه، مكلكعه كده، ايه دي حبات دي كده مكلكعه على قد ما اقدر. بس عشان طبعا انا ايه قلت لا والله لا، انا مرجعاها في شفشق الخلاط تاني واضربها بقى ضربا مبرحا جامد جدا 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 جدا، علشان تبقى ناعمة معايا وما يبقاش فيها اي برغلة او اي كلكعة خالص من الدقيق. بس اوريكم اهو، من كوبايتين ونص فاضل، خدت كوبايتين وربع اللي هي المج اللي انا عايرت بيه السكر واللبن، تمام، والزيت برضو وهي نفس الكوباية تستعمليها، ولا بقى بالجرامات ولا بتاع، هي كوباية كده. وفي ناس بتعملها كده يعني ايه، اللهوي كده يعني ايه، بالتقدير من كتر الخبرة. يعني هنا حطيت طبعا، نزلت برشة ملح او ذرة ملح، ونزلت بالبيكنج باودر معايا عشان عاملة هنا صينيتين وعاملة كمية كبيرة. لو صينية واحدة هي معلقة كيك شيف ماشي، او بيكنج باودر. في ناس بتحطي محسن جل برضو لو حابه مطرح يعني البيكنج باودر او الكيك شيف ماشي. بصوا بقى مبرغله ازاي، انا رجعتها بقى في الخلاط وضربتها ضرب كده جامد. بصوا بقى كريمي كريمي كده ازاي، تحفه ما شاء الله. حطيت هنا حبه في طبق علشان احط عليهم طبعا الكاكاو، الكاكاو برضو لازم ننخله، علشان برضو هتشوفوا كده في الاخر برضو حتى لو الكاكاو نضيف بيبقى فيه كده كلكعه كده بسيطه بتتشال، فعشان ما تبوظليش الكيكه بتاعتي كده هضرب بقى معلقه، دي معلقه كاكاو كبيره هرمية ماشي. ده كاكاو خام بتجيبيه من عند العطار سايب. لو عندك بقى كاكاو اللي هو بتاع الشركات او العلب يعني، دي اللي هي محلى، ده سايب يعني من غير سكر. لو محلى تحطي معلقتين. هنا الزيت كتر معايا شويه بس مش مشكله، حطيت بقيه الزيت في الصينيه التانية، دهنتها كده. وابتدي انزل بقى ايه طبقات، خليت طبعا بقيه اللي انا ضربته في الشفشه عشان اعرف اتحكم فيه واصب فيه.
حبة بقى من الأبيض على حبة من الشوكولاتة، حبة من الأبيض حبة على حبة كاكاو لغاية ما تخلصي. أنا عملت هنا مش نص عملتها كده زي ربعها، تمام، ربع الصينية. عارفين مشكلة الصينية ديت ان كل ما اعمل فيها هي حلوة، هي عاملة زي الطاجن، بس مشكلتها ان هي بتطلع لي في النص قبة، ومن الطروف سمكها رفيع. غير اي صينية تانية يعني بعمل في دي بتطلع كلها سمكها واحد. فيها عيب، العيب ايه معرفش، قولوا لي انتوا. دي الصينية التانية برضو دهنتها برضو بزيت، في ناس بتدهنها بزيت وتبطنها بالدقيق، لا انا بحب ادهنها بزيت وخلاص يعني، بتكفي وتوفي الصراحة. هنا بقى نزلت برضو بطبقاتي اللي ابيض وبالشوكولاته او بالكاكاو، وهنا قالوا لي سيبيها زي ما هي كده، ما تعملهاش زي التانية يعني ايه تخططيها، قلت لهم هتطلع برضو يعني ايه حلوه برضو ما تخافوش. كده بقى ادقها كده كام دقه علشان اي هوا او اي فقاعات تطلع منها. وطبعا انا مشغله من قبل ما ابتدي الفرن، مشغله الفرن على درجه 180 طبعا، حتى الشبكه في الرف الاوسط من الفرن، وبدخلهم الاتنين مع بعض وما بفتحش عليهم خالص الفرن الا لما اشم ريحه الكيكه. طبعا انا ما شغلتش عليها الشوايه خالص، هي بسم الله ما شاء الله استوت من درجه الحراره بتاعه الفرن من تحت. بصوا بقى القاع بتاع الكيكه عامل ازاي، الله تعالوا اتفضلوا معايا يا جماعه. بصوا حمرا كده ومقرمشه، ومن فوق كده طريه وجميله، يا بصوا الدخان بقى وهو طالع كده. يلا بقى تدفوا معايا كده، قومي اعمليها، اعمليها وتدفي نفسك وتدفي اولادك كده، وهيصوا كده وشهيصوا. دي بقى ايه، دي انا عشان طلعتها برضو سخنه فابتدت تتقطع كده معايا شويه. فانا بقى ايه مسكتها بقى قطعتها كده زي حلقات. بصوا بسم الله ما شاء الله، هي اصلا الكيكه المفروض اصلا ما تتقطعش الا لما تبرد يعني 70%. بصوا بقى، بصوا جميله هشه جدا وسفنجيه جدا. بصوا بقى وانا بفتحها، يا سلام على الدخان. بصوا كده الدخان ده بيحسسك بالدفى، وريحه بقى الكيكه والخبز في البيت ما شاء الله. ما تنسيش في لايك وشير وكومنت حلو. مع السلامه.